واش هاد الدار عطيها لكم الدوله؟ حنا المساعده الوحيده اللي طلبنا من نهار جينا لاسبانيا هي بزاف ديال الناس كيبغيو يعرفونا واش كنستافدوا من شي مساعدات في اسبانيا بحكم معنا بنت صغيره هنا، وشنو النوع ديال المساعده اللي كنستافدوا منها بالضبط، حيت الا عندك بنت صغيره بطبيعه الحال كيتهلاو فيك كثر. هذا هو اكثر سؤال كيبغيو يعرفوه الناس، وخصوصا اللي باغيين ياخذوا نفس الخطوه اللي درنا حنا واللي هي الاستقرار في اسبانيا. وراكم عارفين حنا ما كنخبيو عليكم والو وكنوريكم الحقيقه كيف ما هي بلا زواق. داكشي علاش الا كملتوا لا فيديو حتى الاخر غتستافدوا بزاف على قبل هذا الموضوع ديال المساعدات في اسبانيا. اول حاجه غادي نديرو دابا واللي كنديرو من نهار جينا لاسبانيا هي غادي نركبوا في التران، حيت نمشيو عند واحد السيده من المتابعين ديالنا. هاد المتابعه ديالنا هابطه للمغرب وقلت لها علاش ما نصيفطش مع واحد الوكاله المالين الدار، كنت صايبتها شحال هادي في القنصليه ويلاه كتاب باش نصيفط عليهم. ونسيت ما نسولكم واحد الحاجه، الوكاله على شحال باش كتوفى زعما ما كتبقاش صالحه؟ كنتمنى تكون على 3 شهور، حيت في راسكم راه صايبتها شي شهر دابا وما لقيتش مع من نصيفطها ولا كيفاش نصيفطها، ويلاه كتاب دابا نعطيو للسيده ديك الوكاله باش تهبطها معنا للمغرب. هاد المتابعه ديالنا اللي غنعطيوها الوكاله يلاه جبتها الوقت نعاودوا لكم عليها. سميتها نزهه، كانت فرجات فينا في لا فيديو فاش كنا توضرنا واحد النهار، ما عرفتش واش غتعقلوا على ديك لا فيديو ولا لا. وفي هذيك لا فيديو نيت كانت رست لينا لابوسيت ديال ليليا. تخيلوا شوفوا شنو طرا لينا، مشات الرويضه. المهم انا نخليكم لا فيديو الفوق اللي باقي ما تفرجش فيها يعاود يتفرج فيها باش يفهمنا على اش كندوي. لقيناها مسيطره لنا واحد الميساج في انستغرام كتقول لنا فيه راه عندي واحد لابوسيت باقا جديده الا بغيتوها. حنا يمكن قلنا راه باغا تبيع علينا، قلنا ما فيها باس زعما حنا نيت كانت خاصنا بوسيت كنا غنشريوها، قلنا الا دارت معنا شي ثمن مزيان راه نتوكلوا فيها على الله زعما ناخذوها من عند المتابعه ديالنا. حتى صدماتنا الصراحه قالت لنا راه غنعطيها لكم في سبيل الله حيت دخلتوا ليا الخاطر، قسما بالله ما قلنا ليها شي حاجه ولا زدنا عليكم نتوما شي حاجه. ومن فوق هادشي نهار مشينا باش ناخذوها تخيلوا انها عرضت علينا وحلفات ما نخلصوا حتى شي حاجه. المهم الا كنتي كتفرجي فينا اختي نزهه حنا راه كنوجهوا لك التحيه. ومن تما بقات العلاقه مزيانه مع الحمد لله، ولينا كنمشيو مجموعين للبحر كنخرجوا مجموعين هي وواحد الاخت ديالها وبنت اختها حتى هي. المهم ما بغيتش نذكر السميات حيت ما تشاورتش معاهم الصراحه، ولكن كلهم زعما اش نقول لكم واحد العائله الله يعمرها دار، واخا نعيا ما نشكروا فيهم ما نوفيهمش حقهم والو اقسم بالله العظيم. كاينين شي ناس عمرنا ما نساو خيرهم، كيعاملونا بحال وليداتهم بحال خوتهم وكيهضروا معانا بحال الا كيعرفونا زعما من شحال هادي. صراحه كاع المتابعين ديالنا اللي كنتلاقاو معاهم واللي كنتصاحبوا معاهم واللي كتبقى معاهم العلاقه كلهم ما كيبغيوناش نتكرفسوا كيف ما هما تكرفسوا في البدايات ديالهم، وكيعطينا النصائح زعما من التجربه ديالو باش ما نطيحوش في ديك الاغلاط وديك التكرفيس اللي تكرفس هو، حتى راه ماشي كلشي كيبغي لك الخير في الاول، كاين اللي كيفرح فاش كتشوف كتعذب في البدايات كيبغيك تعذب كيف ما تعذب. لا نقول لك تعذب حتى حاجه هو. سبحان الله كاينين شي ناس هما كيتعذبوا وفي العوض من انه فاش كيتعذبوا هما يعاونوا الناس اخرين باش ما يتعذبوش، لا وما يطيحوش في الاغلاط ديالهم. بحال هما حيت هما تعذبوا كيقولوا معلاش حنا تعذبنا وهذوك حتى هما ما يتعذبوش خليهم حتى هو يتعذبوا. هذه فكره غلطه. شوما فهمتي خاصكم تعاونوا بعضياتكم. الحمد لله ربي كيلاقينا غير مع ناس مزيانين اللي كنوجهوا لهم كاع الاصدقاء ديالنا وكاع الناس اللي كتهضر معاهم. هاجر عرفتي شحال عندها ديال الصحابات في واتساب بزاف اللي ما كيقدرش مسكين ساكن بعيد علينا ولا ما كنقدروش نتلاقاو معاه مسكين ديما كيهضر معنا وكيسول فينا كيقول لنا خصاتكم اي حاجه. الا جينا نذكروا الاسماء كاملين راه بقينا هنا، الحمد لله درنا علاقات زوينه في اسبانيا مع بزاف ديال الناس من جميع المدن، وحتى نتوما دابا نتوما اللي خليو لنا دي كومونتير زوينين في يوتيوب اقسم بالله حتى كتفرحونا بزاف وكنموتوا عليكم وكنبغيوكم كاملين. دابا غنقلبوا نمشيو نتانستالو في شي بلاصه باش نبداو الموضوع ديالنا. المهم نرجعوا دابا للسوجي ديال هاد لا فيديو. يلاه جينا تانستالينا في هاد البلاصه الزوينه الصراحه، مورانا واحد القهوه اللي غنجلسوا نمونطيو فيها لا فيديو. ها هي. المهم غاديش نطولوا عليكم بزاف، غنعطيكم الراي ديالنا وداكشي اللي كيقولوا لنا الناس اللي كينصحونا به حتى هما. من نهار جينا لاسبانيا وحنا كنسمعوا نفس الهضره كتعاود، هي سيروا للجمعيات راه غيعاونوكم بزاف، ولا سيروا عند لاسيستونط سوسيال راه تنفعكم بزاف وتقدر تعطيكم حتى الدار فين تسكنوا. دابا غير باللوجيك كيفاش بنادم عنده الجنسيه ولا سبليون دي اوريجين وما لاقيش فين يسكن وانت باقي ما كملتي حتى عام هنايا وتمشي عند لاسيستونط سوسيال وغتطلب لها الدار اللي هي اصعب حاجه في اوروبا كامله وغتسنى مثلا تعطيها لك. راه هادشي ما كيدخلش للعقل، ما نكذبش عليكم كاينين الناس ولكن بوراقهم معاوناهم الدوله بزاف، كتخلص لهم مثلا الكرا كتخلص لهم الماء والضوء وكل 15 يوم كتعطيهم واحد الشيك يتقداو به اللي بغاو. المهم عندهم بزاف ديال الامتيازات. كندوي على الناس اللي عندهم الوراق وخصوصا اللي عندهم الجنسيه اسبانيه، ولكن بنادم اللي ما عندوش الوراق المساعدات ديالو راه محسوبين. كاين اللي كيعطيوه كل 15 يوم الزيت الروز العدس، المهم دوك الاساسيات ديال بصح، وكاين اللي كيدوزوا ليه واحد 15 اورو كل 15 يوم ياخذ باله
غالي بغا من ميركادونا. وفي الجهه ديال فالنسيا كانوا يقولوا لنا بزاف ديال الناس باللي الا كانت عندك شهاده سكنه تما اكثر من عام كتقدر تطلب واحد المساعده اللي كتوصل حتى 400 اورو شهريا. ولا مثلا كاينين واحد البلايص اللي كيسميوهم البرقي، شي حاجه بحال هكا بالدارجه اللي كتقدر تمشي تبات فيهم بالنسبه للناس اللي ما كيلقاوش فين يباتوا، كيجيو مثلا المحنسري ما عندهم لا دار ما عندهم فلوس الكرا لا اوتيل لا والو. من غير هذا الشيء راه قليل فين يقدروا يديروا معاك شي حاجه اخرى، واخا كل واحد وشنو كتب ليه الله، زعما انا ما كان جينيراليزيش ولا واحد وشنو قسم ليه الله في اسبانيا، خصوصا في المدن الكبار واللي كيكونوا فيهم المهاجرين بزاف، راه ما غاديش تخيلوا الضغط اللي كيديروا عليهم تما. حتى باش تطلب المساعده خاصك تشد النوبه وتطلب ظهرك حيت كثر عليهم بنادم بزاف. حنا كنقولوا لكم هذا الشيء باش ما تجيوش معولين على الدوله، وخصوصا في اسبانيا. نقدر نقول لكم دول اخرى اوروبيه كنسمعوا باللي فيهم المساعده واعره وفيهم نيفو دو في طالع، يقدروا يوفروا لك السكن وبزاف ديال الحوايج، ولكن اسبانيا راكم عارفين. ولكن ما كرهناش تنفعونا نتوما وتنفعوا حتى الناس اللي كيتفرجوا فينا في لي كومونتير في هذا الموضوع بالضبط، حيت كاينين شي ناس اللي كيقولوا انا عمرني نطلب المساعده، كيف ما كاينين الناس اللي كيعيشوا غير بهذه المساعدات. كل واحد الصراحه وشنو كيفضل. ودابا جا الوقت باش ندويو على راسنا حنا. اولا حنا المساعده الوحيده اللي طلبنا من نهار جينا لاسبانيا هي الترخيصه سانيتاريه ديال بنتي ليليا اللي كدوز بها فابور عند الطبيب، حيت ما كانتش عندنا شهاده السكنه. من غير هذا الشيء عمرنا مشينا لشي جمعيه على قبل شي حاجه. انا ديما كنقول في راسي باللي ما كايناش شي حاجه فابور في هذه الدنيا، غير باش يعطيونا بعد الترخيصه ديال ليليا داروا لنا لونكيت. وما نكذبش عليكم حنا من داك النوع اللي كنقولوا اللهم نص خبزه وعايشين مستورين مع راسنا، ولا نمشيو نطلبوا المساعدات ويبقاو تابعيننا عليهم ورادين معاك البال في كل شيء. وكانوا قالوا لنا بلي هذاك اللي كيطلب المساعدات نهار كيسهل عليه الله وكيخدم كيولوا يحيدوا ليه من الصالير ديالو كاع داكشي اللي عطاوه في ديك المده اللي كان كياخذ فيها المساعده. وحاجه اخرى حنا كنديبانيو وعايشين داكشي اللي قسم لنا الله الحمد لله، ما كاينلاش نمشيو ناخذوا بلاصه شي واحد مسكين اللي محتاج اكثر منا. داكشي علاش قررنا اننا نبعدوا على داكشي ديال المساعدات، حيت في جميع الاحوال كيسحفوك باش يعطيوك شي حاجه، ونتقاتلوا مع الوقت ونخدموا على راسنا ديال بصح باش ان شاء الله عمرنا ما نطيحوا في شي سيتوياسيون اللي تندمنا كاع علاش خدينا ديك المساعده. وكنت سمعت واحد الحاجه اللي زادت خربقاتني اكثر، هي الناس اللي بوراقيهم واللي كياخذوا واحد المساعده اللي ما عرفتش ديالها الصراحه، قبل ما يهبطوا للمغرب خاصهم يتشاوروا مع داك السيرفيس اللي كيعطيهم المساعده، وخاص داك السيرفيس يعطيهم الاوكي ديالو، زعما يقول لهم صافي تقدروا تهبطوا عادي، يقدروا يهبطوا للمغرب. الا هبطوا بلا ما يتشاوروا مع داك السيرفيس كتجيهم شي غرامه اللي كبيره بزاف. كاينه بزاف ديال الهضره اللي كتقال على هذه المساعدات. دونك من الاحسن كندويو على بنادم اللي باغي يدير بحالنا ويجي، ديما كنقول لكم جيبوا معكم شويه الفلوس لجيبكم وجيو معولين تخدموا، ما تجوش معولين على الدوله والمساعدات والطليب وداك الشيء. بنادم يتوكل على الله وياكل داك الشيء اللي قسم ليه الله ويحاول يبقى بعيد على المساعدات تكون في امس الحاجه. حنا ماشي كنقولوا لكم زعما ما راضيينش ولا شي حاجه، بالعكس الا تحطينا في شي سيتوياسيون اللي صعيبه وما لقينا ما ناكلوا ولا نعطيو لبنتنا ليليا الحليب، راه ضروري غنضطروا نمشيو عند لاسيستونس سوسيال. ولكن في حاله ما انت عايش وباقي طامع في الدوله تعطيك شي حاجه وكتطلب ومولف داك الطليب والمساعدات، انا ما كنحملش داك الشيء وضد داك الشيء نهائيا. قبل ما يسالي الفيديو حنا ما كرهناكمش تنفعونا وتنفعوا حتى الناس بالتجارب ديالكم مع هذا الشيء. واش نتوما ضد ولا مع هذا الشيء؟ واش كاينه شي مساعده اللي تقدر تعاون شي وحدين في السيتوياسيون ديالنا بلا مشاكل بلا حتى شي حاجه؟ وحاجه اخرى، واش عمركم ندمتوا حيت خديتوا شي مساعده ولا سمعتوا على شي واحد اللي كان طرا ليه شي مشكل كبير بسبب هذه المساعدات؟ حيت راكم عارفين حنا لحد الان ما مستافدين معاهم والو، وكنتمنى نكون جاوبت حتى الناس اللي كيقولوا لنا في لي كومونتير واش هذه الدار عطيها لكم الدوله. بغيت غير نقول لكم بلي الدار اللي ساكنين فيها كنخلصوها برزقنا وكنخلصوها بفلوسنا والدوله ما عاطيانا حتى شي حاجه. المهم درنا هذا الفيديو خفيف ظريف حيت هذا السوجي كيبرزط الناس بزاف وبزاف ديال الناس كيبغيو يعرفوا المساعدات اللي كيقدموا اسبانيا. كنتمنى نكونوا فعناكم شي حاجه وكنتمنىكم حتى نتوما تنفعونا بشي حاجه دوينا في هذا الموضوع، خصوصا باش نستافدوا منكم بزاف في لي كومونتير، خصوصا الناس اللي عندهم تجارب وقدام هنا في اسبانيا كيكونوا عارفين بزاف ديال القوالب علينا حنايا. وكانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى نكونوا جينا خفاف على قلوبكم وديما لا زواق. باي باي.